مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيدة بلقياكم في نشرة الأخبار هاته، وهذا أبرز عنوانها: ماذا وراء زيارة وزير الخارجية الروسي إلى المغرب؟ قبل ما نبداو ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة باش توصلوا بجديد أخبارنا المغربية. إليكم التفاصيل. يستعد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لزيارة المغرب ضمن جولة إقليمية في يناير وفبراير 2023 إلى 9 دول إفريقية من ضمنها المملكة، والتي كان قد أعلن عنها نائبه ميخائيل بوغدانوف قبل شهرين، في سياق يعرف تنافس القوى العالمية على القارة الإفريقية. وسبق أن أجرى لافروف جولة إفريقية في شهر يوليوز العام الماضي، شملت كل من مصر والكونغو وأوغندا وإثيوبيا، في حين زار الجزائر في ماي، وذلك في إطار التوجه الروسي نحو بناء تحالفات مع الدول الإفريقية، وخصوصا بعد النجاح في بناء علاقات عسكرية وطيدة مع دول إفريقية مثل مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى. وكشفت الخارجية الروسية أن الجانبان بحثا خلال هذا الاجتماع ملف الصحراء، حيث قدم سفير المغرب لطفي بوشعرة لنظيره نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف تصور الرباط لنزاع الصحراء وأساس حله المتعلق بمبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها حلا جادا ذو مصداقية، معربا عن دعم المغرب لجهود الأمم المتحدة لتسوية النزاع، وكذا انخراطه بإيجابية في العملية السياسية التي تتأسس على مقترح الحكم الذاتي المقدم سنة 2000.